عايز اتكلم. مش كفايه تويتر، مش كفايه ابدا. تسمحوا لي اتكلم شويه؟ في سبايدر هناك، يا الهي. طيب خلينا اتكلم في اللي انا جاي اتكلم فيه النهارده. انا عايز اسالك سؤال واساله برضو لنفسي. هل انت بتبقى فاهم نفسك وانت قاعد بتعمل كده، وانت قاعد بتعمل سكرول كده على التليفون بتاعك بلا هدف؟ ومش كلام كليشيه اللي هو بقى سكرول انترنت تضييع وقت، انا بتكلم على السكرولينج، فكره ان انت عمال تعمل كده. تبقى فاهم نفسك؟ واللي مش فاهم او مش عارف يعني ايه سكرولينج، دي حضرتك الحاجه اللي انت بتعملها بطريقه لا اراديه، بشكل لا ارادي، ان انت تمسك التليفون بتاعك او ايا كان الجهاز اللي انت قاعد عليه، وان انت عمالي تسكرولينج كده، انت عمالي تنزل لتحت، تنزل لتحت، سواء حاجه انت مهتم بيها مش مهتم بيها، انت عمال تعدي عليه واكنك عمال تدور على المعلومه اللي انت هتشوفها وهتغير حياتك. لكن في الحقيقه مفيش اي حاجه من الكلام ده، مفيش اي حاجه هتحصل لما انت تفضل تعمل سكرولينج. اصل نفسك عملت لك ايه عشان انت تفضل تتفرجها على فيديو حزين، واحد عمال يعيط وبيحكي لنا قصه حياته الحزينه جدا، وفي نفس الوقت بعديها بثانيتين ثلاثه بيتفرجوا على واحد عمال يضحك وعمال يهزر، وفيديو بعد كده العادل شكل بنروح بالدم نفديك يا كسبنا. عميد. كنا ممكن بنروح نكسب. بالدم نفديك يا عميد. كنا بعد كده فيديو للدكتور حسام موافي وهو عمال يقول لك انت ليه تصحى الساعه 8 الصبح عشان ما يجيلكش ضربه شمس وانت قاعد في المغرب؟ يعني فاهمين يعني ليه تعمل كده في نفسيتك؟ ليه تضايقها؟ ليه تشقلب مزاجك بالطريقه دي؟ والدليل على كلامي انك دلوقتي فاتح اليوتيوب وقاعد بتتفرج على الفيديو ده. انت كنت بتعمل ايه قبل الفيديو ده؟ كنت ناوي تعمل ايه قبل الفيديو ده؟ كنت ناوي ان انت تذاكر؟ كنت ناوي ان انت تروح الجيم؟ كنت ناوي ان انت تنزل تصلي؟ بعد كده الفيديو ده جه قدامك فقعدت تتفرج عليه. انا اكيد ما بقولكش اقفل الفيديو دلوقتي، لو هي حاجه مهمه ما ينفعش تتاخر، روح اعملها واتفرج على الفيديو في اي وقت، لكن غير كده كمل الفيديو. الوقت وانت قاعد بتسكرول هو مش مفهوم. يعني انت مسكت التليفون 6 و5 دقايق، بتبص كده لقيت الساعة 10. كريستوفر نولان اللي بيعمل افلام عن التايم ترافلينج ده ممكن يقف عند السكرولينج، ادمان السكرولينج، المعضلة بتاعت السكرولينج، ويتنح. اللي هو ايه اللي حصل؟ انا شفت لي فيديوهين 3 على التيك توك ولا حاجة، وحاجة كده على الجنب عايز اقولها لكم. كفاية تيك توك وانستجرام برضو يعني كتر، والفيس برضو بقى يعني غريب جدا، وتويتر بقى حاجة مهمة هنا وعايزك تفرق ما بينها. انا دلوقتي ما بتكلمش عن ادمان السوشيال ميديا بشكل عام، انا بتكلم عن ادمان السكرولينج، لان الاتنين مش زي بعض خالص بالنسبه لي يعني. او بمعنى اصح السكرولينج هي جزء من عمليه ادمان السوشيال ميديا بشكل عام، يعني حته كده موجوده، بس انت لو فهمتها وتخلصت من معضله وادمان السكرولينج دي تقدر تبطل السوشيال ميديا بكل سهوله، او هتقلل منها بشكل كبير. نرجع لكلامنا عن الوقت وانت بتسكرولينج. الوقت وانت بتسكرولينج ما فيهوش بركه، اكذوبه، فعلا اكذوبه، يعني حاجه عجيبه كده. فبعد اذنك فكك بقى من السكرولينج وخلي عندك وعي كده، انت قاعد بتعمل ايه دلوقتي. ما تبقاش اللي هو مال سكرولينج انت دلوقتي على وضع القوت وعمال خلي عندك وعي شويه، اللي هو ايه ده، انا بقالي نص ساعه عمال سكرولينج بلا هدف، لا انا هوقف دلوقتي بعد الفيديو، ما تهزرش. وانا عايز برضو الفت انتباهك لحاجه، انت مش عايز تفضل تسكرولينج، انت مش عايز تفضل تضيع وقت، بس انت بتعمل كده غصب عنك، انت مدمن سكرولينج، انت بتعمل كده بشكل غير واعي، انت مدمن على عاده السكرولينج زي اي عاده سيئه انت بتعملها في حياتك، انت ما بتبقاش واعي وانت بتعملها، اللي هو انا ليه بعمل كده، انا مش قادر ابطلها، دي عاده يعني مبوظالي حياتي ومضيعه لي وقت كبير، بس انت برضو بترجع تعملها. واي حد مدمن بيعمل ايه؟ بيروح يتعالج. فانت تعالج من ادمان السكرولينج. انا كمان انا مش هعفي نفسي من الادمان ده بتاع السوشيال ميديا والسكرولينج كل الحوارات دي، بس الواحد يعني بيحاول يقلل واحده 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 واحده، يحاول يقلل. واهم حاجه تكون واعي. اول حاجه يعني النقطه الاولى، البدايه لحل المشكله دي، انك تكون واعي، تكون واعي ان انت دلوقتي قاعد بسكرولينج، وان انت قاعد دلوقتي انا قاعد بقالي ربع ساعه، قاعد بقالي نص ساعه. لو انت واعي بالوقت اللي انت قاعده يبقى واحده واحده هتقلل منها ومش هيبقى عندك اي مشكله. فالفيديو اللي انت بتتفرج عليه دلوقتي ده اهم نقطه في مرحله العلاج، مع وعيك بفكره ان انت دلوقتي بتسكرولينج، وان انت توقف نفسك لما تلاقي نفسك اللي هو انا دلوقتي عملت اكسترا سكرولينج دلوقتي على السوشيال ميديا، اروح على طول موقف الفيديو ده. اهم نقطه مع ان انت تكون واعي، بس عشان تعرف ان انا راجل حقاني وان انا مش باجي عليك وعمال اقول لك على العيوب بتاعه السكرولينج، العيوب بتاعه السكرولينج. هو ايوه في عيوب كتير ووقت بيضيع وكده، بس دي حاجات كده بتبقى كويسه، وهي انه بيخلعك من مواقف كتير ممكن تكون مواقف محرجه، او ان مثلا قاعدين قاعده انت مش عاجبك القعده دي وانت مش لاقي حاجه تعملها، فبتعمل ايه؟ بتطلع تليفونك قاعد على تويتر عمال تسكرول، قاعد على الفيسبوك عمال تسكرول، لان انت مش عايز تفضل قاعد في القعده، مش عايز تشارك في اللي بيتقال دلوقتي، مش عايز تكون ضمن الناس دي. وفي نفس الوقت انت مش قادر تقوم تمشي، انت برضو يعني قاعد مع ناس مش عايز، يعني محروج ان انت تقول لهم طب انا ماشي مش عارف ايه، فبتطلع التليفون تقعد تسكرول. هنا السكرولينج انقذك من موقف محرج. هقول لك على حاجه مضحكه في موضوع السكرولينج ده، وهي ان في
ناس ممكن تخش تسكرولينج على لينكد ان، اللي هو انا واحد من الناس وقت اللي هو ملان في ملل او قاعد في قاعده مثلا او ايا كان، عايز اهرب باي طريقه وعايز سكرولينج، عايز امارس ادمان السكرولينج. عندي دلوقتي العاده دي، عايز امارس العاده بتاعت السكرولينج دي، افتح لينكد ان اللي هو خلاص زهقت من تويتر، زهقت من الفيسبوك، زهقت من الانستجرام، افتح لينكد ان اللي هو عمال امارس العاده بتاعتي. الفكره ان انت مش بتدور على وظيفه ولا عايز تشوف الخبرات بتاعت الناس ولا المجالات المتاحه في سوق العمل دلوقتي، انت بس بتمارس العاده، انت عمال تمارس عاده السكرولينج. بس الفكره ان انت بعد ما بتخلص جلسه السكرولينج بتاعتك دي ايا كان انت بتقعد فيها قد ايه، بتطلع اكنك شارب حاجه، اللي هو في ايه، انا دماغي عامله كده ليه، دماغي باظت من كميه الانبوتس اللي انا حطيتها في دماغي دلوقتي، ايه اللي انا حطيته في دماغي دي، يعني مشاعر متلخبطه وحاجات عجيبه انا اتفرجت عليها متداخله في بعض، اللي هو انا عملت ايه في دماغي دلوقتي. He's still in a little bit of shock. Yeah. انت بعد كده بتقول لنفسك انا ليه عملت كده، انا ليه بعمل كده في نفسي، انا ندمان على اللي انا عملته. عشان كده بقول لكم هي عاده سيئه انت بتعملها، زيها زي اي عاده سيئه انت بتعملها في حياتك، وبعد ما بتخلص بتقول انا ليه عملت كده، وتقعد تعيط وتقعد حزين اللي هو انا ليه عملت كده. هي عاده سيئه انت بتعملها في حياتك. فبالله عليك هدي سكرولينج، بطل، اكبر، كفايه، واحده هتبطل السوشيال ميديا يعني. واسف لو انا عنيف شويه بس عشان الموضوع يعني فاهمين، انا بحبكم وانا كمان بقول الكلام ده لنفسي عشان انا عارف نفسي يعني في الحاجات دي ممكن اكون متخلف شويه يعني المهم. فالفكره نهدي سكرولينج وبالتبعيه هنقلل السوشيال ميديا، وهنهدي السوشيال ميديا وهتبقى حياتنا يعني اهدى بكتير، ونعرف بقى نستخدمها امتى، نستخدمها ازاي، بس نكون واعيين احنا بنستخدمها امتى وازاي، مش اكتر. وزي ما قلت لكم انا بقول الكلام ده ليكم وبقوله لنفسي، يعني اولا بقوله لنفسي قبل ما اكون بقوله ليكم، انا طالع بفضفض لنفسي قدام الكاميرا. فخلونا نحاول مع بعض كده، وسلام، اشوفكم المره القادمه.